صباح الفل على عيونكم، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل سلطه لذيذه قوي، سلطه الحمص والكابوتشو الاحمر. شكلها جميل جدا وطعمها والنكهه وكمان الفايده والقيمه الغذائيه حلوه قوي، مفيده جدا جدا للصحه، وفي نفس الوقت في ايام الشتاء لما تبقي جعانه دي اجمل وافضل بديل يسد معاكي الشهيه، وحلو قوي وشكلها وطعمها ولا اجمل من كده ولا اروع من كده، وسهل قوي قوي. في 5 دقايق هنجهزها. عندنا هنا ربع كيلو حمص شام او حوالي 100 جرام اللي هنحتاجه الوصفه دي، وكنت قبل كده عامله فيديو لمشروب حمص الشام، هسيب لكم اللينك في التعليقات. دلوقتي بقى هسلقه على النار، بياخد حوالي ساعه. اول ما يغلي ههدي عليه النار واسيبه. في الوقت ده هبدأ احضر بقية الوصفة. هجيب عندي الكابوتشو الاحمر او الكرنب الاحمر زي ما الناس بتقول عليه، وامسك جزء كبير اللي انا عايزاه، امسكه واقطعه بسكينة قطع صغيرة بالشكل ده كده. طبعا هو اخضر جميل جدا وبيقفل الشهية وبيحرق دهون، حلو قوي قوي الكابوتشو الاحمر. ومفيد جدا للاطفال، لان هو اي حاجة فيها الوان دي طبيعية، بتكون فيها مضادات اكسدة عالية وبتكون فيها قيمة غذائية عالية، وكمان هو طعمه جميل جدا كده لوحده. في بولة عندي كبيرة هضيف فيها الكابوتشو، وخلاص الحمص كده اتسلق، هضيفه عليها واقلبه بالشكل ده مع الكابوتشو. وهبدأ بقى اجهز التوبينج اللي هضيفه على السلطة، وهو عبارة عن معلقتين طحينة وعليهم معلقة كبيرة زبادي ومعلقة سكر، او ممكن معلقة عسل، او ممكن لو مش حابة استغني عن الاتنين، بس العسل او السكر بيدي نكهة حلوة جدا جدا للسلطة دي. واضيف كمان ربع كوباية مية، وافضل اقلب كده لحد ما يندمجوا مع بعض كويس جدا، وهو ده القوام المطلوب. هيكون شكلهم بالشكل ده، واضيفهم بقى عندي على السلطة. وبكده ابقى عملت نوع سلطة جميل جدا وغني جدا بالعناصر الغذائية وطعمه حلو جدا. اذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة، وما تنسوش تشيروا الفيديو للناس اللي بتحبوهم، ودمتم يا رب دايما بصحة وعافية.